تفتكر المصري القديم كان بيرفه عن نفسه ازاي؟ يا ترى كان عندهم بلاي ستيشن وفيفا برضه؟ طب تعالى معايا عشان تشوف بنفسك كانوا بيلعبوا ازاي. من 5000 سنة البيوت المصرية كانت بتسهر لحد الصبح، بس مش قدام شاشات، قدام ألواح خشب ومنافسة شرسة وخناقات ومكسب وخسارة. بس الغريبة بقى إنهم ما كانوش بيلعبوا للتسلية بس، دول كانوا بيلعبوا عشان يتدربوا على الموت والحياة. إزاي؟ تعال أقولك الحكاية. أول وأشهر لعبة كانت ترند العصر ده هي لعبة السينت. تخيل لوح خشب متقسم 3 صفوف وفيه 30 مربع، واللاعبين قاعدين ومتحفزين. مفيش زهر زي بتاع الطاولة والليدو، البديل كان عيدان خشب لها وشين بترميها وعلى حسب شكلها بتقرر هتمشي كام خطوة. بس السينت ما كانتش مجرد لعبة تحرك فيها الأواشيط وتكسب، لا يا صديقي، اللعبة دي كانت بتمثل رحلة الإنسان في الحياة، وكل مربع خطر بتقع فيه كان رمز للعقبات اللي هتقابلك وانت بتحاول تنجى في العالم الآخر. يعني لو كسبت في السينت ده كان عندهم فال حلو إنك هتعدي بسلام للحياة الأبدية. ندخل بقى على اللعبة اللي شكلها يخوف شوية، لعبة محن. اللوح بتاعها مش مربعات عادية، ده عبارة عن تعبان ملفوف حوالين نفسه. اللاعبين بيبدأوا من ديل التعبان ولازم يوصلوا لراسه اللي في النص. اللعبة دي كانت مالتي بلاير، يعني كذا حد يلعب وفيها تحالفات ومقالب وصبر. محدش عارف قوانينها بالظبط دلوقتي، بس الأكيد إن اللي كان بيكسب فيها كان هو الشخص الصبور اللي بيعرف يركز وسط الزحمة. أما بقى لو عايز لعبة سريعة وخفيفة فكان في لعبة الكلاب والضباع. لوح خشب فيه أخرام والعصيان اللي بتلعب بيها راسها على شكل كلب أو ضبع، حاجة كده شبه السلم والتعبان بس النسخة الفرعونية. سباق سريع، مين يوصل الأول ومين يسبق بذكاء، ودي كانت بتنفع للكبار والصغيرين وبتخلص بسرعة. في النهاية المصري القديم علمنا إن اللعب مش تضييع وقت، هو فهم بدري قوي إن العقل زيه زي العضلات محتاج تمرين، والتمرين ده كان بيحصل على لوح خشب بيعلمك التخطيط، الصبر، وإزاي تقبل الخسارة عشان تعرف طعم الفوز. يلا بينا بقى نرجع عشان تكمل الماتش بتاعك وتحكي لأصحابك على المعلومات اللي عرفتها. وقول لنا في الكومنتات لو كنت عايش أيامهم تفتكر كنت هتبقى حريف في السينت وتضمن آخرتك، ولا ليك في الأكشن بتاع الكلاب والضباع؟ وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان تشوف كل جديد في كان والآن.